يبدو أن الأمور في بيت عميد الأندية الجزائرية لم ولن تهدأ، وذلك بفعل التطورات التي تحدث في كل مرة نتيجة تضارب المصالح، ما أثر ويؤثر بشكل سلبي على نتائج الفريق وجعلها متذبذبة لا تليق بحجم الإمكانيات التي توفرها شركة سوناتراك. نعم، هي فوضى في تسيير النادي الأخضر والأحمر، وإلا كيف نفسر ظاهرة الإقالات والاستقالات التي حدثت مؤخرا بإقالة مجلس الإدارة للرئيس عبد الكريم الرئيسي وتعيين بطروني على رأس النادي؟ ما يحدث في الإدارة أثر بشكل سلبي على الفريق الذي خرج غانما من الدرب العاصم أمام اتحاد الحراش ليجد نفسه يتعرض لهزيمة قاسية أمام الصاعد الجديد دفاع تجنانت الذي تحول في بلوغ إلى هجوم تجنانت وأمطر شباك شوشي بثلاثية نظيرة هدفين. هزيمة كان وقعها وخيم على بيت العميد وغردت بالمدرب أرتور جورج خارج سير بالفريق فيما سيتبقى من جولات ليتكفل بالمهمة مساعده البرازيلي فالدو الذي سيقود السفينة إلى غاية اتضاح الرؤية في بيت المولودية، ولو أن أي نتيجة سلبية أخرى لن تكون في صالح اللاعبين والطاقم الفني، خاصة وأن المواجهة المقبلة ستكون كلاسيكو الجزائر ضد شبيبة القبائل.